أحد الأساقفة أعرفه طبعا، وهو الشاب كان إنسان يعني ملتهب بالخدمة. في يوم من الأيام كان في شبرا، هو من شبرا، فوقف كده ففي عزة من العظات قاعد يقول احنا نفسنا بقى في بطرك يسيبوا من نصلي وما تصليش، يروح يكلم المسؤولين ويهتم من اللي مش لاقيين شغل ومش عارف يعمل ايه ويعمل ايه. ولا ايه رأيكم؟ هو كل حاجة بس صلي وامشي، كلمتين ايه وحشين. فربنا يديله الخير، واحد راح وصلهم للبطرك، فدخل الكاهن بتاع الكنيسة، فالبطرك بص له كده قال له فلان ده انت كلمته عشان يوعظ عشان يشتم فيا؟ عارف انه ايه الكلام وصل. قال له يا سيدنا بيحبك وهيجي يعتذر لك. قال له انا مش عايزه يعتذر، لكن قول له بلاش ايه يستخدم المنبر في الشتيمه. فراح جابه وجه. اغلبنا عارفين اسمه لكن يعني مش عايز اذكر اسمه، بس اخرها حاجه جميله لهذا الشخص. فبيقول له يا سيدنا اخطيت حقك عليا، ما ردش عليه. قال له يا سيدنا انا بحبك. قال له انت بتحبني؟ قال له اه. قال له بدل ما تشتمني ما تيجي تفطر معايا، مش مثلا تاخد تأديب زي ما بنسمع دلوقتي، ما تيجي تفطر معايا. قال له قوي. قال له بكره تيجي تفطر معايا. فراح ايه تاني يوم وراح له. قال له سيدنا نجد. قال له تعال هات المكتب ده، ده تلميذه، هات له المكتب ده حطه في الحته دي، وجيب له ورقه وقلم وشويه دوسيهات. المهم فطروا غيره. بعدين جات له واحده قالت له يا سيدنا انا جوزي سايبني ليا 7 سنين مش راضي يرجع، وانا مرة النفس مش عشان المصاريف لكن ده جوزي، صلي لي عشان يرجع. قال لها يا بنتي طيب روحي للاخ يكتب حالتك. فرح انت مين؟ فلان. اتجوزتي امتى؟ ليكي كام سنه؟ عايشين فين؟ عنوانك ايه؟ ومش عارف ايه. وجاب الدوسيه وقال له ايه سيدنا ادي الحاله. فراح واخد القلم من هذا الشخص وكتب ايه تحول الشكوى إلى رئيس الملائكة ميخائيل، ومضى. ولا يعني روحي وبرجعي. بعدين دخل واحد فقال له يا سيدنا أنا ابني في الجيش والنهاردة عاملين له محاكمة عسكرية وأنا خايف ممكن عشان ياخد براءة تصلي له. قال له روح للأخ، وعمل نفس القصة وجي يحول إلى ماري مينا العجايبي والرد فورا، وبرضه في الأول كاتب والرد فورا، وانتهت القصة. بعد شوية طبعا الوقت طول، فجاء ايه التلميذ بتاع سيدنا قال له الأخ ده عايز يروح يتغدى. قال له قول له مش يستنى لما يجي الرد. فراح يقول له، فقال له الرد ده يجي ايه يوم القيامة. الملك مخيل هيرد علينا يوم القيامة ولا مريمينا؟ وسكت. بعد شوية ايه جات الست وايه دخل ايه، وطبعا قاعد الاخ جايبه جوزها وبتقول له يعني عايزينك تباركنا. فاللي حصل ايه؟ قالت له انا وماشيه، هو ما شافنيش مش عامل فرامل او حاجه، وقعت نزل يشوفني فعلا أكمل القصة بعدين. لكن الاثنين رجعوا وعمل تمجيد. عايز أقول نفسنا نبطل وعظ ونعيش زي البابا كيرلس، رجل الصلاة ورجل الوداعة ورجل مخافة ربنا. في يوم من الأيام كان أبونا لوقا بيصلي يوم 4، وهو بيصلي في النص سمع المشية بتاعت البابا كيرلس، عشان هو يعني ليه مشية خاصة بيكحت شوية في الأرض عشان سنه وحجمه. فأبونا بيكمل في القداس وتوقع إن مثلا يجي يدخل الهيكل، ففوجئ مفيش حاجة حصلت. مشي بشويش بهدوء لغاية ما جه عند المعلم وقف، يعني ركع طبعا قدام أو احنا راسه قدام الهيكل، وجه عند المعلم وركع وكأنه كان غير موجود طول القداس. ولما جه عمل صرف الملاك، فابونا جاب المية عشان يكب له في ايده، فقال له انت حط. المفروض البطرك بيمد ايده وياخد المية يرشمهم ويحطهم في ايد الكاهن. المهم خلى ابونا بشوي صرف الملاك، وبعد القداس راح البطرخان. فابونا بشوي وابونا لوقا وانا رحنا نشكره ان جه في يوم زي كده وبهدوء ومشي، لا في كزمراؤوت
ولا في وقفة عن الصلاة ولا في أي مبادرة غير إنه واقف زيه زي المعلم. فبنقول له ميرسي سيدنا على جيتك إنك تيجي في يوم زي ده وتقف. قال أنا أقول لكم ميرسي إنكم بتصلوا قداس وأنا جيت أخدت بركة القداس. الحقيقة الجميل في حياة البابا كيرلس تقديره لمفهوم الكنيسة. فيش كاهن يقدر كان يحط ميكروفون زي ده على المذبح، لكن المذبح ده عليه المسيح فقط. الحاجة الوحيدة اللي تتحط هو الإنجيل، لأنه كلمة الله المكتوبة والمسيح هو كلمة الله المتجسد. لكن أي حاجة تانية أو أي شماس يتكي أو شمعدان يتحط نيفر. شمعدان لازم يبقى من الناحية دي والناحية دي، لكن ما يتحطش على المذبح. في قدسية. الإنسان الذي يخاف الله، الله يعطيه مخافة أمام الناس. البابا كيرلس السر قوته لغاية النهاردة إنه هو رجل يحمل مخافة الله. أديكم مثل بسيط لمخافة ربنا. راح أبونا بشوي مرة، يعني من المرات الكتيرة اللي كان يروحها، في أثناء يروح يصلي مع البابا كيرلس في المروسية. وهو نازل فواحدة قالت له سيدنا اذكرني. قال لها أنت اسمك إيه؟ قالت له كذا، أو اسم جوزها يعني. المهم فأبونا دخل ولبس مع سيدنا وخلاص، وجي يمسك الحمل. قال له هي الأخت دي كان اسمها إيه؟ قال له نسيت يا سيدنا. قال له واحدة تطلب منك إنك أنت تذكرها تنساها تاني مرة ما تنساش، وذكرها. مخافة ربنا الجميلة اللي إنه مش روتين بعمله، لكن حاسس أنا ككاهن بحمل نفوس الناس وانطلق بيها للسماء. أنا كأب وكأم ولادي دول باخدهم أطلعهم السماء. من جمال في حياة البابا كيرلس هو مخافته لربنا. في يوم كان بيصلي مع أبونا لوقا العشية، هو كان يحط الايه الشال الابيض ده اللي بيسموها شمله اللي لغاها المجمع المقدس. فجاء البطرك بعد ما خلص العشيه نادى ابونا، قال ابونا انت عارف ليه الراهب والكاهن يلبسوا الشمله وهم بيصلوا العشيه؟ قال له لا. قال له عشان لما دموعهم تنزل ما حدش يشوفها حتى الكاهن اللي معاه. اذا وهو بيصلي العشيه مش مشغول باللحن طول وقصر وفرايحي وحزيني وغيره، مشغول ان اعماقه من جوه بتقذف في توبه صادقه فيها دموع، لكن دموع الفرح ان انا واقف قدامك يا رب، انا ما استاهلش، انا خاطي لكن اتقابلت مع محب الخطاه وغافر الخطيه. هنبتدي بركه البابا كيرلس، مش ان انا اروح في البيت واجيب شمعه واقول نقول ده كزمراؤوت. حلو، كل ده جميل، لكن يا ترى فينا مخافة ربنا؟ يا ترى وانا واقف بصلي في نص الليل ببقى حاسس ان انا وسط الملائكة